كنت بتكلم مع مريم صديقتي وصاحبتي واختي على فكره الخوف. مريم عندها كلب اسمه شادو، كلب زي العسل، بس هي عارفه ان انا احد اهم نقط ضعفي هي ان انا عندي فوبيا من القطط والكلاب. قوم ايه بقى، انا قاعده مع مريومه في البيت. مع مين؟ مع شادو. بس الحقيقه هو متربي جدا جدا جدا. مريم تنزل شغلها وافضل انا وشادو في البيت لوحدنا. لما بنكسر شويه الخوف بتاعنا بنلاقي انه الحكايه مش صعبه قوي زي ما كنا متخيلين. انا لم اتعافى تماما، لسه بصرخ وبطلع رجلي ولما بيبقى مقدم عليا بمنتهى الحب يعني اوقات ببقى شخص سخيف وعنيف وامشي يا شادو وبزعق فيه وهي بتزعل، بس يعني غصب عني والله العظيم عشان اسفه جدا. الشاهد من الحكايه دي انه يعني كل لما قدرنا انه الحاجه اللي بنخاف منها نعملها اكتر او نتمرن عليها اكتر، ده بيخلينا يعني نكسب مشاعر حلوه ما جربناهاش قبل كده. يعني مثلا انا عن نفسي اكتسبت فكره ان انا اعرف كده اطبطب على شادو وان انا امشيه وابقى ماسكاه كده بالليش. لا، حسيت ان انا عامله انجاز. لما بنكسر الخوف بنحس بانجازات صغيره حتى في علاقتنا بنفسنا.